بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم حلقه جديده من كوره حافظ. النهارده عزيزي المشاهد اتعملت القرعه الختاميه او القرعه النهائيه لكاس العالم 2026 المقام في الولايات المتحده الامريكيه، واللي مشارك في كاس العالم ده منتخبنا الوطني على صعيد المنتخبات الافريقيه اللي موجوده، غانا وكوت ديفوار وغيرها من المنتخبات. يعني خليني اقول لك المجموعه اللي وقعت فيها المنتخبات العربيه وبالتحديد منتخبنا الوطني. يعني منتخبنا الوطني وقع في مجموعه سهله جدا من وجهه نظري، وقول لي رايك في المجموعه اللي وقعنا فيها. هل انت شايف ان المجموعه دي سهله ولا لا؟ المجموعه اللي وقعنا فيها على سبيل المثال مثلا هقول لك على منتخبات. انت قول لي شفت المنتخبات دي بتلعب كره كويسه؟ يعني نيوزيلندا انت شايف ان هي كويسه قوي؟ يعني البرتغال في لعبها، ايران انا الحقيقه ما شفتش ايران بتلعب قبل كده مع منتخب مصر، او ما شفتش منتخبات بتلعب قدام ايران انا اتابعها يعني، ولكن الى حد ما انت مش هتلاقيها كبيره قوي، يعني مش هتلاقيها توب، هتقدر تعدي. بلجيكا على ما اعتقد قلتها، هفضل اقولها، بلجيكا انت فزت عليها او تعادلت معاها، انا مش فاكر النتيجه بصراحه، ولكن اشوف انه منتخبنا وقع في مجموعه سهله جدا جدا جدا، سهل جدا ان انت تعدي منها، اسهل حاجه في الحياه ان انت تعدي من المجموعه دي. وفكره ان انت ما تعديش مش مظبوطه، ما تتقارنش، ما تتكررش، ما تتفكرش فيها خالص. فكره ان انت تفكر طب والله احنا نعمل وممكن نعمل، لا انت هتعمل، اصل ما فيهاش كلام من الاخر يعني. فدي المجموعه اللي وقع فيها منتخبنا الوطني، مصر، بلجيكا، ايران، نيوزيلندا. هتعدي من الثلاثه، ما فيهاش الحاسبه، ما فيهاش اي حاجه. ده بالنسبه لمنتخبنا الوطني. يعني الناحيه الثانيه نادي الزمالك فيه خبرين مهمين جدا اقولها لك. الخبر الاول بيخص احمد حمدي، والخبر الثاني بيخص جميع لاعبي نادي الزمالك. اجيب لك بتاع اللعيبه اللي في نادي الزمالك ولا بتاع احمد حمدي؟ خلينا في بتاع احمد حمدي الاول. احمد حمدي هو معرض للبيع في اي وقت، يجي له عرض مادي كويس لنادي الزمالك وللاعب، نادي الزمالك في ثانيه الا ثانيه هيقول لك سلام عليكم، بصوا حضن كبير، اتفضل توكل على الله، اذا كان العرض كويس. طب بما يخص نادي الزمالك كله، خدها مني وما ترجعش ورايا. نادي الزمالك عنده نيه ان هو يبيع اي لاعب داخل منظومه نادي الزمالك كلها، من اول للاخر. عبد الله السعيد هيبيع، حسام عبد المجيد هيبيع، محمد عواد هيبيع، الونش هيبيعه، فتوح هيبيعه، بنتايك هيبيعه، اخوان بزيرة هيبيعه. ليه؟ لان نادي الزمالك حاليا عايز يفك الازمه الماديه اللي عنده، ففكره ان هو يستنى لحد لما اللعيب يقول لك انا همشي، لا هقعد، لا هجدد، لا مش هجدد، ويستنى لحد لما العقد بتاعه يبقى مجانا فنادي ياخده. قال لك اللي اتلسع من الشرب ينفخ في الزبادي. فكره زيزو يعني. في نادي الزمالك حاليا اي لعيب هيكون مش عايز يجدد هيقول له توكل على الله، لو جاله عرض كويس امشي، عشان اجيبها لك على من الاخر يعني. وفكره نادي الزمالك الفتره اللي جايه، انا اشوف انه لازم تفكر في حته سداد المديونيات اللي انت اللي موجوده عليك. 6 قضايا ب6 ايقاف قيد، لازم قبل يناير اللي جاي تكون مصفي كل حاجه. ما ينفعش ما ينفعش نادي الزمالك يتوقف له قيد 6 مرات. ما ينفعش اشوف نادي الزمالك اساسا بيروح للمنطقه اللي راح لها الاسماعيلي. ما احبهاش، ما حدش هيحبها، اهلاوي او زملكاوي او اسماعيلاوي. نادي الزمالك كوره مصريه، يعني اهلي زمالك اسماعيلي. الاسماعيلي راح في حته احنا ما حبيناهاش، ولكن باقي لنا 2 اهلي زمالك. اهلي عنده اداره كويسه عارفه تدير الدنيا، زمالك لا، احنا نبص ونشوف ونخطط، نبص ونشوف ونخطط. يا باشا خد قروض، خد قروض ميسره من الدوله، ما انت نادي دوله، خد قروض على اسم نادي الزمالك، على عضويات نادي الزمالك. ما تاخد قروض وسد الحاجات اللي عليك دي، سدها. ما ينفعش سد والدوله تساعد تسند، لان انت برضه نادي دوله واسمك ليه تاريخ.
ليه هيبه كده في افريقيا. فاعتقد انه مجلس اداره الزمالك الفتره اللي جايه لازم يفكر جديا في انه هو يحل مشكله القيد. احنا كده حلقتنا انتهت، اشوفكم باذن الله على خير الحلقه الجايه، تصبحوا على خير، السلام عليكم.